علاش معظم ديال التلاميذ والوليدات ما بقاتش عندهم الرغبه في النجاح، ما بقاوش بغاو يقراو؟ علاش؟ لان كنسول بزاف ديال التلاميذ كنقول ليه شنو بغيتي تولي، علاش كتقرا، علاش كتجي، كيقول لك ما عرفتش، غير جاي وصافي. ولاو عندنا وليدات بدون هدف، بدون وجهه، بدون مستقبل، بدون رؤيه مستقبليه. علاش؟ انا نعطيكم جوج ديال الاسباب، ولا عندكم نتوما شي سبب خليوه لي في التعليق. السبب الاول هو ديال القدوه. ما بقاتش عندنا القدوه في المجتمع. حنا كنا كنشوفوا ولاد الجيران ولا شي ولد من العائله قاري ولا خدام مزيان، كيكون هو القدوه ديالنا، كنبغي نقراو باش نكونوا بحالو ولا احسن منه، ولا نخدموا بحالو ولا احسن منه. دابا لا، ولاو عندنا افكار سوداويه هي اللي بخست لنا القدوه في المجتمع. الناس اللي قاريين والناس اللي واصلين واللي خدامين ولينا كنعايروهم قدام وليداتنا، قدام التلاميذ. فلان قرا التاعيه شنو دار، فلان قرا التاعيه هو خدم. ومن بعد هاد الافكار هادو بالاضافه للسوشيال ميديا اللي عامره بالمؤثرين المفسدين اللي فسدوا لنا المجتمع ديالنا والاخلاق ديالنا والدين ديالنا، هما القدوه ديال الوليدات ديال دابا. هما ناجحين اعلاميا وماديا وكل شيء، لكن الواقع هو اللي فرض هادشي، حقيقه مفروضه علينا. السبب الثاني هو الهدف. الوليدات ديال دابا مابقاش عندهم الهدف. شحال هادي ملي كنسولو التلميذ وهو مازال صغير كيقول لي بغيت نولي بوليسي، جدارمي، استاذ، طبيب. علاش كنسولوه؟ باش ملي يكون مازال صغير هو عنده هدف كبير يخدم عليه يقرا عليه. دابا لا، كتسولو شنو بغيتي تولي العام الجاي الا نجحتي، كيقول لك ما عرفتش، بدون هدف، بدون قدوه. اذا هاد الظاهره شنو بان لكم نناقشوها معايا في التعاليق. اللي متفق معايا يقولها ليا، واللي عنده شي نظره ولا شي فكره من غير هادو اللي عندي يخليها ليا في التعاليق. وفي الاخير الله يهدي الشباب ديالنا والله يصلحهم، وكنتمناو لهم النجاح والتيسير عن حب.